اهلا ومرحبا بيكم مع بارشو جيمنج. نبدأ. لو لسه ما اشتركتش في القناة فممكن تشترك دلوقتي عادي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على زر اللايك علشان بيدعمني جدا. بيبدأ فيلمنا النهاردة بكريشنا وحبيبته فاسو وهم قاعدين قعدة رومانسية على كوبري قصر النيل بس اللي في الهند، وبتسأله ممكن في يوم نسيب بعض، فبيقول لها لو حد فكر يبعدني عنك انا هشيله من على وش الارض. وبتعدي السنين وبنروح للسجن المركزي في مومباي، وده صورتي رئيس عصابة ومسجون وبيبلطج على كله حتى الضباط، ومش بيقف في صف الاكل زي الباقي، وكمان بياخد ضعف وجباته. انت مش شايف عامل ازاي؟ لانه بيحب يبلطج بيلاقي واحد قاعد مع حاله فبيروح يرمي له اكله وبيقول له وسع علشان جاي معايا اقعد هنا. وبنكتشف ان المسجون ده هو بطلنا كريشنا، والكل كان خايف بس خايفين على صورتي لان كريشنا لو قام هيكسره، والاشاره انه يقلع النضاره، بس صاحبنا بيقول الطيب احسن وبيعفو عنه، ولو كان قلع النضاره كان زمان صورتي في العنايه دلوقتي. وصاحبنا عايش في السجن ودايما حبيبته فاسو على باله ومش قادر ينساها، علشان كده مكتئب وعايش حياه كئيبه، لكنه برضه بينصر المظلوم لو حد في السجن محتاج مساعدته بيساعده. وبسبب حسن سلوكه ده السجن بيقرر يخرجه بدري شويه، فبيروح لمكتب المأمور علشان يقابل رجل محامي من المحكمه، وهو اللي جاي يعرفه انه هيخرج بدري. فبيقول له بس انا مش عايز اخرج قبل ما اقضي فتره عقوبتي كلها. فبيقول له يا معلم ده مش فندق، وبعدين انت محكوم عليك ب 25 سنه سجن وقضيت 22 سنه منهم وهتخرج بكره خلاص، بس قول لي ليه ما حدش جه شافك طول الفتره دي؟ وبعدين مذكور عندي في القضيه انك قتلت 2 علشان اتعرضوا لبنت، هل البنت دي جت شافتك طول الفتره اللي فاتت دي؟ فبيقول له ما تقلبش عليا المواجع بقى. فبيقول له خلاص استعد علشان هتخرج بكره وشوف هتروح لمين. فبيعرفوا انه ما بقاش ليه حد علشان كده ما كانش عايز يخرج، بس هيفكر في شخص يروح له، ولانه ملوش حد فعلا وكان عايز يموت في السجن بيقرر يعمل مصيبه علشان يفضل هنا. وبيشوف صورتي بيضايق واحد فبيقلع النضاره وبيروح يمسكه من ودانه وبينزل فوقه ضرب، وباين عليه انه قوي جدا وبيقدر يجرحه في وشه. وبيجي الظابط يحطه في الحبس الانفرادي بسبب سلوكه، وبيقول له انا عارف انك خايف تخرج ما تلاقيش فاسو مستنياك بره. فبيقول له انا كده كده عارف انها مش هتيجي. وبنشوف صديقه جانيش وهو ده اللي مستنيه بره وعايزه يخرج، ولما بيعرف انه عمل مشكله علشان يتحبس لوحده بيبعت له تليفون السجن وبيقول له لو ما خرجتش هعمل مصيبه وادخل لك انا. فبيقول له مفيش حاجه في ايدي وبيقفل السكه، وبيقرر يعمل اتصالاته بالمجرمين اللي كان يعرفهم. فبيتصل ببهاء رجل عصابات كبير في دبي وبيعرفه انه هيخرج بكره ومش عايز يعيش في البلد دي لان ماضيه بيطارده. فبيقول له خلاص هبعت لك طياره تاخدك ليا. وبنشوف فاسو حبيبته اللي بتتصل بصديقه جانيش علشان تطمن عليه، فبيعرفها انه هيخرج بكره بس اتجنن خالص وما كانش عايز يخرج. فبتبدا تعيط لانها مش قادره تنساه ومش قادره كمان تنسى اخر طلب ليه اول لما دخل السجن وقال لها وعديني ما تجيش تشوفيني هنا خالص. وهي للاسف بتسمع كلامه بس قلبها مش قادر ينساه. وبنعرف انها ست ناجحه وعندها مشاريع وناس كتيره بتشتغل معاها. وبنرجع بالزمن لورا علشان نعرف قصه الحب دي بدات ازاي، وقت ما كريشنا اتنقل لمومباي علشان يشتغل، وفي الحي الجديد بتاعه شاف فاسو اللي حبها من اول نظره، وكان دايما بيبعت لها رسائل علشان يعرفها انه بيحبها، وكان بيعمل المستحيل علشان يبين لها انه بطل، وبتبدا تعجب بيه لحد ما بتقرر تخرج معاه. وبيبدا يحكي لها عن طفولته وهي كمان، ومن هنا بيقعوا في حب بعض. وبتقول له ازاي هنتجوز وانت مش معاك فلوس؟ ابويا مش هيوافق. فبيقول لها انا هقدر اقنعه ما تقلقيش. فبتسرح بخيالها شويه فبيسالها مالك. ساعتها بتعرفه انها عايزه تحقق حلمها وتكون مستقله وتساعد اخوها ديبو يكون طيار، واختها ميرا تكون دكتوره لان والدهم فقير ومش هيقدر يعمل كل ده. فبيفرح جدا لانها طموحه. فبتساله وانت نفسك تعمل ايه؟ فبيقول لها نفسي اوصل لك ونتجوز بس. وبنعرف مدى حبه ليها، وبسبب الحب ده مش قادرين ينسوا بعض لحد النهارده اللي بيكون يوم خروج كريشنا خلاص، وكل اصحابه بيعيطوا علشانه لانه كان واقف معاهم ودايما بيساعدهم. فبيقول لهم والله غصب عني انا ما كنتش عايز اخرج بس اعمل ايه بقى، انتوا ما تعرفوش الدنيا بره متدمره ازاي، لكن النصيب بقى. وصاحبنا بيخرج من السجن وبيلاقي صديقه مستنيه بره، فبيجري عليه وبياخده بالحضن وهو بيعيط، وبيلاحظ انه بيبص حواليها على امل انه يلاقي فاسو. فبيقول له ايه يا عم انت تقول لها ما تجيش وتخرج تدور عليها؟ يلا بس تعالى ناخد صوره بمناسبه خروجك من السجن. وفاسو في بيتها وقاعده حزينه وكان نفسها تشوف حبيبها، بس بتلاقي جوزها جاي يتكلم معاها وبيقول لها هشوفك بالليل وبيمشي. وبنعرف انها اتجوزت بس كريشنا لسه في قلبها. وبتشوف الصوره اللي باعتها صديقه وبتعيط لان بقالها سنين ما شافتهوش، وبنلاقيه راح المكان اللي كان شغال فيه محاسب زمان وكمان كان بيشوف فيه حبيبته. فبيرجع بالذكريات اليوم اللي كان فيه مع جامي صاحب المحل وبيراجعوا مع بعض الحسابات. وبعد ما بيخلصوا بيخرج صاحبنا لكنه بيفتكر انه نسي حاجه في
فبيرجع تاني. ساعتها بيلاقي التلاتة مثبتين جامي وعايزين يقلبوه، فبيقول لهم احنا لسه عاملين جرد، يعني مفيش فلوس في المحل، وانا لو هجمت عليكم همسك واحد على الاقل، يعني لما هسلمه للشرطه هيعترف على الباقي، فليه بقى كل ده؟ انا من رايي تخلعوا بسرعه. وفعلا ده اللي بيعملوه وبيهربوا لما ما بيلاقوش فيه امل. وبذكاء كريشنا بيقدر يخلص الموضوع من غير ما يدخل في حوار، وبعد ما بيهدي صاحب المكان بيرجع تاني لمكان سكنه، وبيقول لزميل ليه اسمه باكيا تعالى عايزك. واول لما بيخرج بيديله كفين وبيقول له يعني مش هعرفك وانت جاي تسرقنا يا غبي، انا عرفتك بسبب الحظاظه اللي كنت لابسها، يعني حرامي وغبي كمان. بس الناس بتتلم عليهم فمش بيرضى يفضحه وبيسيبه وبيمشي. وبنرجع للحضر وهو واقف في المحل وبيقابل صاحبه السيد جامي اللي بياخده بالحضن ومش ناسيله اللي عمله معاه، وبيجيب له ترابيزه علشان يقعد هو وصديقه ويفطروا مع بعض. فجانيش بيقول له يعني انت هتمشي النهارده خلاص، مش هتيجي تشوف عيلتي حتى؟ فبيقول له مره تانية. فبيقول له طب يا جدع شوف فاسو، لكنه بيرفض لانه عايز يهرب من الماضي بتاعه. وطلبه الاخير انه يروح الغرفه اللي كان عايش فيها لمده 10 دقايق بس. فصديقه بيقول له بس دي اكيد اتاجرت لناس تانية، الحوار ده بقاله 22 سنه. فبيقول له حاول مره بس اقعد فيها 10 دقايق قبل ما اسافر دبي. فصاحبه بيقوم علشان يتصرف، وهو بيفتكر لما راح شغل تاني واجتهد فيه جدا، لكن المدير قال له انت مطرود من الشغل. فبيتصدم لانه ما عملش حاجه. فبيقول له لا عملت، انت شغال ليل ونهار وده خلاك تكون مؤهل تروح تشتغل في الفرع التاني في المانيا. فمش بيكون مصدق انه ترقى وهيشتغل في دوله محترمه. فبيروح لحبيبته فاسو علشان يقول لها وبيعرفها انه هيسافر لمده سنتين. فبتعيط بس بتكون مبسوطه لانه ترقى. فصاحبنا بيستوعب انه مش هيقدر يشوف حبيبته لمده سنتين، وده بيصدمه وبيخليه يعيط لانه بيحبها جدا ومش هيقدر يغيب عنها المده دي كلها. لكنها بتشجعه وبتقول له هيعدوا هوا، لكنه حزين لانها بتهون عليه الحياه ودايما جنبه. وبعد ما بيقضوا اخر يوم مع بعض بيرجعها تاني للحي بتاعها وبيقف بعيد علشان محدش يشوفهم، وبيعرفها قد ايه هو بيحبها وبتكون مبسوطه جدا بنجاحه وبتسيبه وبتمشي. لكن وهي في الطريق بنشوف 3 هجموا عليها وبيحاولوا يعتدوا عليها، وهي بتضرب واحد فيهم وبتنادي على كريشنا بصوت عالي. فبيسمع صوتها وبيجري بسرعه علشان يلحقها، وبيلاقي باكيا و2 كمان بيعتدوا عليها. فبدون تفكير بيهجم عليهم وبيقدر يموت اول 2 بطريقه وحشيه، وباكيا بيهرب. فبياخد صحابه وبيعلقهم بره علشان يكونوا عبره لاي حد يحاول يبص لها. وبنعرف ان دي التهمه اللي ضيع بها حياته علشان يدافع عن حبيبته، لانه كان وعدها لو حد فكر يقرب منها هيخلص عليه. وشبابه خلص في النهايه جوه السجن. وبيجي صديقه بعدها يقول له عرفت اقنع العيله اللي كانت في غرفتك انك تدخل الغرفه علشان ناسي فيها حاجه. فبيقوم معاه وبيروحوا للمكان اللي كان عايش فيه قصه حبه، وبيفتكر كل حاجه حصلت في الايام دي، وبيطلع للغرفه اللي كان عايش فيها. وهنا بيفتكر لما كان شاب وخد مقاس حبيبته فاسو علشان يجيب لها خاتم على مقاسها. فبتقول له ان الخاتم البلاستيك ده يفي بالغرض. واليوم اللي جاب فيه الخاتم اكتشف حوار باكي علشان كده ضربه. ولما طلع وبص لحبيبته وعرفها انه قدر يجيب خاتم خطوبتهم فرحت جدا. بس باكيا كان تحت مش فرحان لانه ضربه قدام الناس وقرر ينتقم منه. وكريشنا ساعتها دخل غرفته وفتح علبه الكهرباء وحط فيها الخاتم ومعاه الخاتم البلاستيك. وبعد السنين دي كلها رجع تاني علشان ياخد الخاتم، لكن المفاجاه انه اختفى وبكده حد خده. في اللحظه دي صديقه بيعرفه ان فاسو وصلت. فبيخرج يشوفها وبيكون مصدوم لان بقالهم 22 سنه ما شافوش بعض، ومش قادر يتخيل انها لسه حلوه زي ما هي، وهي مش قادره تنسى اللي ضحى بمستقبله علشانها. وبينزل يتكلم معاها، فبتديله الخاتم اللي كان بيدور عليه لانها كانت عارفه انه هيرجع علشانه. وكمان بتقول له ان الخاتم البلاستيك ضاع منها. فبيقول لها لسه زي ما انت بتعرفي تكدبي. وبتاخده معاها علشان يروحوا المكان اللي دايما كانوا بيقعدوا فيه. وبتكون زعلانه لانه كان هيسافر من غير ما يشوفها. فبيقول لها كنت بحاول اعمل كده بس في النهايه شفتك. وبيسالوا عن احوال بعض هما الاثنين، وبتكون مستغربه منه لانه زي ما هو. وبتفكروا باليوم اللي دمر حياته وكانت بتتمنى يوصلها لحد البيت وحد يشوفهم بدل اللي حصل ده، لكن الماضي فات خلاص ومفيش مفر منه. فبيسالها عن احوال جوزها ابهي. فبتقول له انه كويس. في اللحظه دي بيتصل بيها وبيكون عايز يقابل كريشنا اللي بيتصدم لانها عرفت جوزها عنه، وهو قال لها ما تقوليش لاي حد اننا كنا بنحب بعض. فبتقول له انت قلت لي اتجوزي وعيشي حياتك، وكان لازم اقول لجوزي عنك وقد ايه انت انسان كويس. وبتقول له عايز يقابلك، وهو بيكون متوتر جدا بس هي بتطمنه. وبالليل بنشوف صديقه جانيش اللي بعته لمكان معين يجيب منه جواز السفر بتاعه اللي هيسافر بيه، وبيكون قلقان من المكان اللي هو فيه. وبيدي الرساله لناندو اللي بتديله الجواز وبتقفل بسرعه. وكريشنا بيوصل لبيت حبيبته القديمه وبيركب الاسانسير، وبنتفاجئ لما بيقلع النضاره لانه لما بيقلعها بيعمل مصايب. بس بيدخل للبيت وبيشوف ابهي النائب العام للمنطقه، وهو اللي خرجه من سجنه قبل ما يخلص مدته، ومعاه رجل المحامي بتاعه. وفاسو بتسيبهم وبتروح لغرفتها تحتفظ بالخاتم بتاعها وكمان الخاتم البلاستيك اللي كانت بتحبه. والسنين دي كلها مش قادره تنساه. وجوزها بره بيقعد معاها علشان يتكلم مع صاحبنا اللي ما بيكونش حابب يقعد مع جوز حبيبته اللي بتيجي تقعد
بتقعد معاهم، فبيعرفوا انهم اتجوزوا من 12 سنة وشرطها الوحيد انك لما تخرج اوافق انها تشوفك. فبيتعرفوا انه هيسافر دبي كمان الليلة، فبيفرح لانه بيغير على مراته وحبيبها القديم هيكون بعيد عنها وتليفونها كل شوية يرن. فبتقرر تروح المكتب بتاعها لان في شحنة متأخرة ولازم تكون هناك، وبتسيب الاتنين لوحدهم يتكلموا. فبيسألوا من امتى وانت بتحاول تخرجني من السجن؟ فبيقول له من 5 سنين، بس كل شوية تحصل مشكلة وما اعرفش لحد ما اخيرا قدرت اخرجك. بس الاول عايز اعرف ايه اللي حصل في الليلة دي بالتفصيل، لان ده كان من شرط برضه وقت الجواز من فاسو لما تخرج هتحكي لي اللي حصل بالظبط. فبيبدأ يحكي له وقت ما وصل حبيبته للبيت بتاعها ووقف بعيد علشان خايف حد يشوفه، وباكيا كان عايز ينتقم منه، فجمع صحابه وخطفوها علشان يعتدوا عليها، لكنه بيسمع صوت صريخها فبيجري بسرعة للمخزن، واول لما بيشوفهم بيقلع النضارة وحرفيا ما بقاش شايف قدامه لانه بيضربهم كلهم لحد ما بيلاقي حديدة وبيقدر يطعن بها اول واحد في قلبه قبل ما يخبطوا على دماغه، وبيجري ورا التاني يديها له في قلبه، لكن للاسف باكيا هرب وما قدرش يلحقه. وفاسو مصدومة من اللي حصل فبيقول لها اهربي بسرعة وانا هشيل القضية دي، لكنها بترفض وعايزة تقف جنبه، لكن دي قضية قتل وبيصمم انها تهرب، وبيعتذر لها لانه مش هيقدر يكمل حياته معاها، وبيحضنها وهما بيعيطوا، وبيخرج هو بالجثتين علشان يتقبض عليه متلبس. وبنرجع للحاضر وابهي قاعد يسمعه، وبيجيله اتصال من جانيش اللي بيكون عايز يكلم كريشنا، فبيديله التليفون وهو فاتح السبيكر. فجانيش بيقول له انت ايه اللي وداك عند الراجل ده؟ هي ناقصه مشاكل؟ انا قدامي ساعه وهاجي اخدك علشان طيارتك قربت وياك تضربه على مجيلك. فبيعتذر لابهي على اللي سمعه من صديقه، فبيقول له لا عادي حقه، وبيهون عليه لان من 22 سنه كان شاب وعنده طموح وشغله وكمان فاسه، ودلوقتي فقد كل حاجه، والسبب في كل ده هو باكيا اللي هربان دلوقتي وعايش حياته. فبيقول له بس انا ما سكتش وعرفت اوصل له. فبيكون عايز يفهم ازاي عمل كده وهو في السجن. فبيقول له انا لما دخلت السجن اتحولت لشخص تاني وتفكيره كله في فاسو، ولان باكيا هربان ممكن يأذيها، علشان كده كنت مخلي جانيش يراقبه لحد 2013 السنه اللي الشرطه قبضت فيها على مجرم كبير اسمه بهاو، وده كان عامل قلق في عالم الاجرام بره وقاتل يجي 50 شرطي قبل كده، علشان كده الصدفه جابته لنفس السجن اللي كان فيه كريشنا، اللي بيعرفنا ان بهاو كان خطير وليه اعداء كتير، علشان كده اعدائه عرضوا على اللي يقتلوا مكافأة 10 مليون روبية. فكل المجرمين اللي بره عملوا جرائم علشان يدخلوا السجن ويقتلوه، والمكافأة تكون من نصيبهم بعد ما يخرجوا. بس وسط المجرمين دول صاحبنا بيشوف واحد شكله مألوف، ايوه هو باكيا المجرم اللي وصل للسجن علشان يقتل بهاو وما يعرفش اللي مستنيه هنا. فبهاو بيبعت لصاحبنا علشان عايزه، وبيقول له انت عارف ان هموت قريب في السجن ده، وسمعت ان مفيش غيرك اللي يقدر ينقذني. فبيقول له طالما سمعت فتأكد ان الكلام ده صح، خلاص قول سعرك وانا هديك فلوس. فبيقول له حياتك اغلى من اي فلوس، هسيبك انت تقول هتديني كام. وبيسيبه يفكر وبيمشي. وتاني يوم وهو نايم الحارس بيجي يفتح القفل بتاعه وبيهرب علشان الرجاله تموته، وبنشوف مجموعه من المجرمين ومن ضمنهم باكيا رايحين يموتوه، بس بيلاقوا كريشنا واقف لهم وكمان بيقلع النضاره علشان يتحول عليهم. فاتنين بيخافوا وبيهربوا، وباكيا بيبص له وبيعرف انه كريشنا اللي كان بيهينه وضربه قدام الناس، فبيتجنن وبيبعت له واحد يموته، لكن بيطلع ضعيف جدا وصاحبنا بيقوم معاه بالواجب. فالتاني بيخرج سكينه علشان يخوفه، فبيطلع معلقه وبيكسرها حتت قدامه لحد ما بيجيله فبيضربه بيها في رقبته وبيخلص عليه. فالتالت بيهجم عليه بس صاحبنا بيقدر يتخلص منه، وبيدخل قتال مع باكيا اللي عامل فيها ديك رومي بشعره ده، والديك الرومي بيقدر يوقع صاحبنا، وبياخد سكينه وبيجري لزنزانه بهاو علشان يموته، بس بيوصل له وبيفضل يضرب فيه، وبيفتكر حبيبته فاسو اللي بعد عنها بسببه، وعلشان ينتقم منه بيمسك السكينه اللي في ايده وبيطعنه بيها لحد ما بيموت. وهنا صاحبنا بيرتاح لان فاسو هتبقى في خير ومحدش هيطاردها، وهي كانت وراه وهو بيحكي وعرفت عمل ايه علشانها حتى وهو في السجن، وبيعرفهم انه رايح لمهيش دبي وهو اللي عمل له كل حاجه علشان يسافر له. فابيه بيقول له مش عارف اقول لك ايه، انت عملت كتير علشان مراتي تعيش في امان، فلو احتجت اي حاجه كلمني بس وملكش دعوه. فبيقول له تسلم، اهم حاجه تخلي بالك منها بس. فبيحضنه وهو بيودعه لانه راجل محترم مع انه بيغير على مراته اللي بتخرج توصل كريشنا لانه هيمشي، وابيه بيكون متضايق جدا لانه بيغير عليها وعارف ان مراته بتحبه لحد دلوقتي، حتى لما بيخرج بيبص من البلكونه بيلاقيها بتحضنه قبل ما يمشي، وبيركب مع جانيش وبيمشي وباين عليه انه زعلان. فصديقه بيشغل له اغاني علشان يفك، بس بتطلع اغاني فراق وعذاب. فبيقول له اقفل البتاع ده هي ناقصه، الصراحه يا اخويا انت السبب، مش لو كنت قلت لها استنينا كانت صبرت كام سنه واتجوزته. فبيقول له الحوار مش كده، لان لو قلت لها استني كانت هتستنى، بس الفكره ان اول اسبوع ليا في السجن واحد اسمه بابو قال لي لازم تنضم لعصابه علشان ظهرك يكون محمي، وقبل ما يكمل كلامه بيتقتل قدام عيني. ساعتها عرفت ان ممكن اموت في اي لحظه، والسنين اللي فاسو استنتها هتضيع بدون فايده. فقرر يثبت نفسه في السجن من اول يوم، وبيسال عن كبير السجن
السجن ده، فواحد بيشاور له عليه فبيروح يديله كف بدون اي مقدمات. هو بياخد علقه بس عرف السجن كله ان قلبه ميت ومش بيخاف، وعاش كده باقي سنينه في السجن. وبنرجع للحضر وابي واقف مع مراته اللي بتقول له انت كنت عايز تقعد مع كريشنا لوحدكوا، علشان كده وقفت الشغل في المكتب علشان اسيبكوا واقوم. فبيقول لها كنت عايز اعرف منه الحقيقه وايه حصل في اليوم ده، فبتقرر تقول له هي الحقيقه. وبنرجع بالزمن اليوم اللي وصلها فيه للبيت ووقف بعيد، وهي ماشيه التلاته بيهجموا عليها وبيكون عايزين يعتدوا عليها، لكنها بتكون قويه وبتحاول تضربهم وبتقدر تزق واحد منهم وبالغلط بتضرب التاني بسكينه في ركبته. فباكيا بيشوف المنظر بيطلع يجري، وده كله وكريشنا بره وما يعرفش حاجه. واول لما بيشوف باكيا بيهرب بيروح وراه. ساعتها بيشوف حبيبته واقفه وسط جثتين ومعاها سلاح وطلعت هي اللي قتلتهم، وبتكون خايفه لان حياتها هتنتهي خلاص. لكن كريشنا بيقول لها ارجعي للبيت واوعي تقولي لحد حاجه، لكنها بترفض تخلي حبيبها هو اللي يشيل قضيه القتل دي. بس هو بيفكرها باسرتها اللي لازم تشتغل علشانهم، وبيوعدها انه لما يخرج هيقابلها، وبيسيبها تمشي وبيخرج هو بالجثث علشان يعترف بجريمه هو ما عملهاش، بس كله علشان حبيبته. فابهي بيعرف ان كريشنا بيحبها حب ما حدش يصدقه، لانه عاش 22 سنه في السجن على جريمه ما عملهاش. ولما راحت تزوره في السجن بتكون مصدومه لانه خد 25 سنه سجن وهي اصلا اللي قتلت الاتنين دول. فبيقول لها مش هنتقابل تاني هنا، لما اخرج هاجي اقابلك. وبيطلب منها اخر طلبه انها تكمل حياتها عادي وتسيب المدينه دي وتسافر، وكمان تحقق كل احلامها وتتجوز وتعيش. ومع انها رافضه لكنه بيصمم تنفذ اللي قال لها عليه. وبنعرف انها عملت كل ده علشانه في النهايه، مع انها لحد دلوقتي مش قادره تسامح نفسها لانها دمرت حياته. وفي اخر مره شافوا بعض بتعتذر له لانها السبب في ده كله، وانه كان عنده طموح وهي دمرت كل ده. فبيعرفها ان طموحه كان يحبها ويكون معاها، ولو كانت دخلت السجن عمره ما كان هيبقى معاها، علشان كده دخل هو مكانها، لانه لما بيشوفها عايشه حياتها بيكون مرضي ومبسوط. وهي مش قادره تستوعب ازاي في حد بيحبها بالطريقه دي، وبتحضنه وهي بتعيط. فبيقول لها جوزك بيبص علينا، فبتقول له عارفه وبرضه لازم احضنك. وبيطلب منها كل واحد يعيش حياته بدون التاني لانها متجوزه دلوقتي وما ينفعش يظهر تاني في حياتها. وبيتفقوا هما الاتنين على كده في النهايه وبيودعوا بعض. وابهي بيحس قد ايه كريشنا ده حد عظيم، حتى بعد ما خرج ساب حبيبته تكمل حياتها مع جوزها. وفي النهايه بنعرف مقدار التضحيه اللي صاحبنا عملها علشان ينقذ حياه اللي بيحبها. وبكده بيخلص فيلمنا النهارده. ولو محتاج تدعمني اضغط على زر اللايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. وبس كده، اشوفك على خير الفيلم الجاي، مع السلامه.